هاي حوريات، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. طبعا بما ان دي بقية الخلفية يبقى هنعمل وصفة جديدة. تمام. طيب الوصفة دي بقى معرفش ليه وازاي وفين وامتى وليه اصلا لقيت في كومنتات على فيديو نازل من 7 شهور كله عايزين وصفة تفتيح، عايزين وصفة تبيض الإيد، عايزين وصفة بيض الرجل، عايزين وصفة الأندر أرم، عايزين وصفة للبيكيني، عايزين وصفة للجسم. لقيت في كومنتات كتيرة قوي 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 بتطالب بوصفة تفتيح للبشرة، للبشرة بقى وللجسم والشعر ولكل حاجة. فالنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة تفتيح، وإن شاء الله هتعجبك أوي. بس أنا هخليها سوبر 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 تفتيح. تمام. طيب كنت هقول ايه؟ ليه بقى في الفيديو ده كنت عمالة تقولوا لي ايديكي بيضة، ايديكي مبيضية قوي، هو انت بتعملي ايه لايدك؟ احنا عايزين وصفة تفتيح عشان ايدك. انا ايدي اهي من غير اي فلتر، دي اضاءة يا جماعة والله، من غير اي فلتر خالص اهو. تمام. ده شكل ايدي، انا مبعملهاش حاجة اصلا، هي ده شكلها. تمام. فيلا بينا نعمل سكراب حلو قوي قوي للتفتيح، وبجد هيفرق معاكم جدا في التفتيح وفي كل حاجة، وهتعرفوا الفرق من أول تجربة. أول تجربة إن شاء الله والله هتلاحظوا الفرق. تمام. طبعا مفيش حاجة بدون مقابل، طبعا أنا مبقولكوش اشتروه بفلوس، لا 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 لا، حطولي اللايك، اعملوا لي اشتراك، وكمان اكتبوا كومنت كده حلو زيك. يلا بينا. أول حاجة الطبق بتاعنا اللي بنعمل فيه كل الوصفات الجميلة بتاعتنا. طبعا هو كان متحمل في غسلته. بصوا بقى، احنا لازم نغسله كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي حاجه. طبعا تجيبي طبق نضيف. طبعا عندي البتاعه اللي بنقلب بيها الماسكات والحاجات دي، بس للاسف مش لاقيها، انا لما ادور عليها مش لاقيها. فمعلقه تكفي بالغرض، بالذات ان انت ممكن يكون ما عندكيش، فالمعلقه حلوه. وهنيجي بقى المكونين الاساسيين في الوصفه دي، وما ينفعش تستغني عنهم بتاتا. اي حاجه بقى جايه ممكن تستغني عنها عادي، الا المكونين دول، الا وهما بس بتاعها، الا وهما السكر والقهوة. أنا هنا حاطة الخليط ده على بعضه كده عشان لما أجي أعمل يبقوا كلهم مع بعض، بالذات إن أنا يعني لازم سكر يكون خشن. تمام. لازم تستخدمي سكر خشن. ف... فمش على طول عندي سكر خشن، فبستغل إن أنا بيبقى عندي سكر خشن وقهوة وبحطهم على بعض. ألا وهما المكونين إيه بقى؟ قلنا سكر وقهوة، هناخد منهم معلقتين. طبعا طبعا لو هما مش متقلبين على بعض هتاخدي نص معلقة قهوة على نص معلقة سكر. تمام. لو هتعملي جسمك كله فخدي الكمية اللي تكفي جسمك كله، لو هتعملي ايدك بس فخدي الكمية اللي هتكفي ايدك بس، لو هتعملي رجلك وهكذا، يعني خدي الكمية اللي تكفيكي. فانا بصراحة مش هعمل حاجات كتير، فهاخد بس الايه، الكمية دي، وهاخد عليها كمان معلقة بس. الكمية دي كفاية قوي 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 بالنسبة لي. تمام. طيب دول أهم مكونين في الوصفة. أهم مكونين، وأنا لما بقول أهم مكونين يبقى هما اللي الوصفة من غيرهم أصلا ولا أي حاجة خالص. تمام. نيجي بقى للمكون التالت. تمام. واللي هو ممكن تبدليه بحاجة تانية لو ما عندكيش المكون ده، وهو ماء الورد. طبعا لو عندك زيت زيتون فهو هيبقى رهيب، ولكن ما عندكيش فهنستخدم نقطة من ماء الورد. نقطة يا بنات، مش كتير. تمام. نقطة صغيرة خالص اهو كده مثلا. طب ليه بقى حطينا نقطة؟ أكيد النقطة دي مش هتقلب الخليط، يعني النقطة دي مش هتخلي الخليط يكون كريمي عشان نقدر نستخدمه. طب أما أنا حطيت ليه بقى النقطة دي؟ حطيتها عشان ماء الورد حلو قوي لتقفيل المسام، يعني لو عندك مسام في الجسم أو حاجة فهي حلوة قوي قوي للمسام، ده غير كمان إن هي حلوة للتفتيح برضه. تمام. لكن لو عندك زيت زيتون هتحطي زيت زيتون، عايزة تحطي زيت زيتون وماء ورد مع بعض مفيش أي مشكلة. طيب نيجي بقى للي هنخليها سوبر تفتيح. هناخد اي كريم تفتيح عندنا، اي نوع كريم تفتيح انت بشرتك بتحبه وانت بتحبيه يعني. وهاخد الكريم، بس انا عايزه اخده بايديا عشان ما اعكش العلبه. هاخد كده مثلا شويه واقع على الايد.
طبعا نضفنا الهوسه اللي حصلت بسبب الكريم. طيب هل الكريم ده اجباري؟ لا، هو مش اجباري خالص، هو لو مش عندك مش مشكله ما تحطهوش، ولكن انا عشان عايزاها تكون سوبر تفتيح، يعني تكون بتفتح جامد جامد جامد، فبالتالي انا مش عايزه فبالتالي انا عايزه يكون في تفتيح، فهحط كريم تفتيح. ما عندكيش كريم تفتيح ما تحطيش عادي. نيجي بقى للي بعده، واللي هو هيدي تطيب كده رهيب 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 رهيب، جل صبار. واحنا اكيد عارفين فوائد جل الصبار، مش محتاج اتكلم عنها كتير. وهبدا احط حاجه بسيطه، يعني انا في جل الصبار مش هحط كتير، انزل كده بس، شفتوا دي كده بس كده. تمام. نيجي بقى للي بعده. بعد ما نقلب كده، كل حاجه بنحطها بنقلبها يا جماعه، كل حاجه بنحطها بنقلبها عشان نشوف القوام، عشان نعرف احنا هنحط قد ايه المره الجايه. فاهمين ازاي كده؟ طبعا ماسك القهوة وزيت الزيتون معروف جدا. تمام. ده غير ان هو بيدي تفتيح حلو قوي، بس لازم بقى احط التاتشات بتاعتي اللي هتدي نضارة حلوة. نيجي بقى لحاجة كمان وهي اختياري، موجودة عندك تمام، مش موجودة خالص. السكراب. يعني السكراب ده حلو قوي للرؤوس السوداء وللبشرة وكمان تبيض. لو عندك هتحطي، ما عندكيش ده اختياري، وكمان ده اختياري، وكمان ده اختياري. لكن ايه هما الاجباري؟ القهوة والسكر وماء الورد او زيت الزيتون. لكن الحاجات التانية دي اختيارية. اختيارية اختيارية عشان تدي تفتيح ونضارة اكتر. ده بقى سكراب، اللي هو السكراب التاني اللي هو العادي اللي احنا بنشتريه عادي يعني. هحط منه يعني زي نقطة كده بس كده. طب ليه بقى؟ زي ما قلنا، هو تقشير وكمان تفتيح وتبييض، فبرضه سوبر تبييض وسوبر تفتيح في كل حاجة. هنا بقى خلاص انا مش عايزه اعمل قوي عشان السكر ما يدوبش، السكر لو داب مفيش حاجة هتقشر. تمام. طيب احنا خلاص كده خلصنا الماسك بتاعنا ويظبط. هقلع الدبلة وأجيلكوا. نقول على فوائد كل حاجة موجودة الأول قبل ما نبدأ نعمل أي حاجة. أول حاجة القهوة، فهي كريم تفتيح حلو أوي. تمام. القهوة ماسك تفتيح رهيب، والقهوة بالذات التفتيح بتاعها بيبان بسرعة، يعني انت بتحطيها بتغسلي ايدك بترجعي تلاقي الشكل رهيب 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 يعني. تمام. تاني حاجة واللي هو السكر ملوش فوائد، السكر بس كل فايدته ان هو بيشيل الطبقة بتاعة الجلد الميت، اللي هي اصلا لو انت عندك منطقة سمراء عن منطقة او كده، فده اللي هو السبب اصلا، يعني ده بيكون السبب. تمام. انت عندك جلد ميت وانا مخلي المنطقة دي غامقة او سمراء، فالسكر دي فوائده ان هو بس بيشيل الجلد الميت. تالت حاجة معانا واللي هي ماء الورد. ماء الورد علشان نعرف نعمل عجينة، أو زيت الزيتون يعني عشان نعرف نعمل عجينة، بالتالي تكون بنفس القوام ده كده، فعشان أعرف أستخدمها. تمام. وكمان هي حلوة إن هي بتقفل مسام البشرة، فلو أنت هتعملي السكراب ده على بشرتك يعني على الوش، على وجهك يعني، هتبقى حلوة. تمام. هتقفل المسام حلو و بتظبط الدنيا كده في البشرة. ولو هتعمليها على جسمك برضو هتقفل مسام الجسم. طيب لو زيت الزيتون، لا، زيت الزيتون ليه فوائد كتيرة 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 كتيرة، وأكيد أكتركم عارفين فوائد زيت الزيتون وقد إيه هو مهم للبشرة والشعر والجسم كمان، وكمان مهم في الأكلات برضو، يعني زيت الزيتون مهم في كل حاجة. كريم التفتيح اللي حطيناه كريم تفتيح، فبالتالي هيدي سوبر تفتيح، فبالتالي هيبقى فيه تفتيح كتير. تمام. لو ما عندكيش ده، دي نقطة اختيارية عادي، ولكن انت عايزة تفتيح اكتر، فحطي معلقة كريم تفتيح مع الوصفة اللي احنا عملناها دي. رابع حاجة او خامس حاجة مش متذكرة، جل الصبار. جل الصبار فوائده ايه؟ برضه زيه زي زيت الزيتون بالظبط، ليه فوائد كتيرة قوي للبشرة والشعر والجسم. طيب من اهم فوائده ترطيب البشرة بطريقة رهيبة، وكمان لو عندك وترطيب حوالين العينين بطريقة برضو رهيبة، ولو عندك تصبغات بقع بتاع بيبدأ يخفف الحاجات دي شوية. السكراب الصناعي يعني اللي هو جاي من بره اللي احنا حطيناه ده، دي نقطة اختيارية عادي جدا، انا ما بحطوش، انا ساعات بحطه وساعات لا.
دي نقطة اختيارية، عايزة تحطيه تمام، مش عايزة عادي. فوائده ايه؟ هو يعتبر نفس السكراب اللي احنا عملناه ده، بيعمل نفس النتيجة بالظبط، ولكن دي كلها حاجات طبيعية، فاحنا عارفين فوائدها الكتيرة جدا. فيلا بينا، احنا لكينا كتير قوي يا جماعة، والله لازم اعتذر يا حريق، ولكن بقول لكم على فوائد كل حاجة. هبدأ بقى احطها على ايدي او على جسمي او على اي منطقة انا عايزاها، وهبدأ بقى، انا مش عارفة اقفل الكاميرا زي اللي معاكي ايدي، بس مش مشكلة. وهبدأ بقى اعمل كده، شايفين؟ حركات دائرية كده. طبعا لو السكر خشن الموضوع هيبقى لطيف قوي، لكن لو السكر ناعم مع كل الخلطات والحاجات اللي احنا عملناها دي، كان زمان السكر اصلا داب وما كنتش استفدتي بيه في حاجة. تمام. وبتبدأي بقى بحركات كده او كده مثلا، يعني يا تعملي كده يا تعملي كده. تمام، لكن ما تعمليليش كده، الكاميرا كل شويه تهز، ما تعمليش كده، لا كده كده. اخلص فرك واجيلكم. بس كده يا بنات، اهو شايفين انا عملتها ازاي. تمام، انا عملت ايدي دي بس، ما عملتش التانية عشان اوريكم يعني الفرق، وغير كده كده عشان اعرف اقفل الكاميرا وافتحها وكده. بصوا، هسيب بقى، طبعا مش هقوم فرك كده واقوم راح غسلاه، لا لا خالص. سيبيه شويه، يعني مثلا 5 دقايق، 10 دقايق مثلا على حسب البقعة. فسيبيه شوية، ما تغسلوش على طول. تمام. وبالنسبة للكمية، يعني مثلا انت عملتي واتبقى معانا كمية، طب هنعمل فيها ايه؟ كمية مش هتقعد كتير، خيرها معاكي يوم او يومين بالكتير قوي. تمام، فحاولي ان انت تعملي كمية على قدك. ما عملتيش كمية على قدك، حاولي ان انت تعملي بقى سكراب لكل حتة في جسمك، وما تسيبيش اي حاجة خالص. تمام، هعين دول في التلاجة على ما يجي اعمل انا السكراب، وهسيب دول شويه على ايدي وارجع لكم تاني بعد ما اغسلهم. وهتغسلوها بميه يعني لا سخنه ولا ساقعه. بعد ما عدى حوالي 5 دقايق هبدا بقى اغسل ايدي وارجع لكم كده تاني. بس كده، ده شكل ايدي. بصوا، بصوا الفرق، لا والله فرق رهيب. اهو شايفين؟ شايفين الفرق؟ اهو، شفتوا الفرق؟ لا، ولو استخدمتوها يعني، بصوا عشان ما سبتلوش بقى الاضاءه والكلام ده، اه والله شايفين دي من دي. وطبعا لو استخدمتوها بقى كتير او كده، الوصفه بجد رهيبه يا بنات. طبعا بعد الوصفه دي مهم جدا الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب يعني. بصوا، بستخدم ده بقى كده اهو، شايفين؟ باخد حته كده مثلا واقوم عاملاها كده كده. بدي بقى حمار. بس كده يا بنات، شفتوا؟ ده كان الفرق، وبجد حاجة كده رهيبة. جربوها وقولوا لي الوصفة نفعت معاكم بدي، واكيد انتوا شايفين الفرق قدامكم. انا ما عملتش ايدي دي، انا عملت ايدي دي. يعني لازم تزمر دلوقتي يا عم الحاج، ما علينا. زي ما انتوا شايفين كده، خلاص ده كده الفرق. وبحبكم جدا جدا يا حوريات، ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي، ومع السلامة.